بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح برنامج فورمات فاكتورو، تحويل صيغة الفيديو والاوديو. تمام. طبعا الفيديو اللي هو صوت MP4 اللي هو MP4، والاوديو اللي هو MP3 او اي صيغة انت تحبها. طبعا انت لما بتيجي تسجل بمايك خارجي من ريكورد التليفون، زي ما انا بعمل كده فويس اوفر. تمام. طبعا ساعات صيغة الفيديو مش بتتوافق مع برنامج المونتاج اللي انت شغال عليه. طبعا برنامج المونتاج بيقبل MP3 و MP4 اللي هو يا فيديو يا اوديو. طيب انا اديني صورت بالموبايل، طلع لي الفيديو بصيغة، يعني انا اديني اهو بصور بالموبايل. تمام. بيطلع لي الفيديو بصيغة 3 جي بي. تمام. وهسيبلكوا على الشاشة. تمام. طبعا انا دلوقتي الصيغة دي مش بتتوافق مع برنامج المونتاج اللي انا شغال عليه، زي ادوب بريمير، فوتوشوب، كامفازيا، اي برنامج مونتاج. تمام. طبعا واحد تاني هيقول لي طب انا عايز احول صيغة مثلا لفيديو، عايز احطها رنة. تمام. طبعا الطريقة دي بتنفع لأي صيغة فيديو. تمام. الصيغة اللي انت عايزها ممكن تحول بيها. طبعا دلوقتي هنتعلم مع بعضنا ازاي تعمل البرنامج من الموقع الرسمي. البرنامج طبعا فري 100%. بص، كل حاجة فري، وبرضه فيه اوبشنات هنتعرف عليها طبعا واحنا بنشرح. طريقة التحميل: أول حاجة هتفتح جوه الكروم أو أي متصفح عندك على الكمبيوتر، بعدين هتكتب برنامج فورمات فاكتورو وهتدوس بحث. تمام. طبعا هيفتح معاك كذا موقع زي ما انت شايف. هتختار أول موقع اللي هو الموقع الرسمي. تمام. هتدوس على أول اختيار. تمام. طبعا هو ده البرنامج. تمام. طبعا في واحد تاني هيقول لي ممكن مش ده الموقع الرسمي. فعلا ده مش الموقع الرسمي. تمام. بس هندور على الموقع الرسمي مع بعضينا. اهو يا جدعان، هو ده الموقع الرسمي اللي هو تلات اختيار او تاني اختيار. تمام. ده الموقع الرسمي. تمام. طبعا طبعا هنا في الموقع بيقول لك اللغة اللي انت هتنزل بيها البرنامج. تمام. عربي، انجليزي، لغة الموقع مش عارف بصراحة، بس تقريبا دي لغة البرنامج. طبعا البرنامج بيدعم اللغة العربية وبيدعم اللغة الانجليزية وبيدعم اكتر من كذا لغة يعني. تمام. يعني لو انت الكمبيوتر عندك عربي هيبقى عربي، لو انت الكمبيوتر عندك انجليزي هيبقى انجليزي. تمام. طبعا هنا بيقول لك على المواصفات، اللي هو المواصفات اللي انا بتكلم عليها، اللي هو ازاي تحول ثقة الفيديو. هتدوس، طبعا انت هتدوس على تنزيل الموقع، هينزل معاك على البرنامج. تمام. اول ما تدوس عليه هيفتح معاك درجة التحميل من على طريق داونلود مانجر، او من لو انت ما عندكش داونلود مانجر هينزل معاك من المتصفح العادي اللي هو من خلال ميديا فاير. تمام. من موقع ميديا فاير ده لو انت ما عندكش داونلود مانجر. تمام. طبعا انا منزل التطبيق قبل كده، وعندي يعني انا عندي نسخة منه قديمة، بس برضه النسخة الجديدة حلوة. تمام. بس القديمة برضه يعني انا شايف الاوبشنات اللي هو ضافها فيه، يعني مش مسحجاني انزل النسخة الجديدة. طبعا النسخة القديمة عندنا كافية ومكفياني وعاملة كل احتياجاتي. تمام.
طبعا انا هدوس الغاء. طبعا هنثبت التطبيق مع بعضينا. انا هدور عليه على الكمبيوتر عندي في المكان اللي انا حاطه فيه. هو ده البرنامج، تمام، هو ده. طبعا انا بستخدم اكتر من برنامج في ضغط الفيديوهات، انا بستخدم كذا برنامج، تمام. بس طبعا البرنامج ده برضه بيضغط فيديوهات زي ما انا قلت لكم، فيه مميزات رهيبة كتيرة جدا هنتعرف عليها بعدين. طبعا البرنامج ده انا بستخدمه في تحويل صيغة الفيديو من MP3 ل MP4 والعكس، وكذا صيغة عندي على الموبايل، كذا صيغة يعني اللي انت عايزها. طبعا ما علينا، هندوس على تثبيت. بعدين هيطلع لك اختيار لو انت ويندوز 10 هيقول لك نعم ولا، هتدوس نعم. طبعا الحتة دي مش هتبان عندك في الكمبيوتر طبعا وانا بسجل، بس انت هتشوفها وانت بتثبت، تمام. هتدوس نعم او نكست، تمام. بعدين هتنتظر عليه لحد ما يخلص تحميل. بعدين هتدوس على الكلمة دي اللي بالانجليزي، وبعدين هتدوس تاني نكست. طبعا هنا بيقولك هثبتنا على السي، هتدوس نكست. طبعا هتسوي يتثبت عندك على الكمبيوتر عادي خالص، عادي خالص زي اي تطبيق. نكست 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 وبعدين فينيش، تمام. هتطلع معاك الرسالة دي، هتدوس على الكلمة دي اللي هو يعني مش مهم وكده. بعدين هتدوس على كلمة فينيش. طبعا العملية دي بتاخد بالضبط حوالي 5 دقايق، 5 دقايق، حوالي 3 دقايق طبعا. بس انا عشان عندي الستريم مليان اطول. طبعا انت اول ما تدوس فينيش هيظهر معاك الايقونة بتاعته، هي الايقونة بتاعته. طبعا هو هيفتح لوحده، هو هيفتح لوحده، تمام. طبعا زي ما انا قلت لكم، طبعا انا عندي النسخة القديمة. طبعا هنا بيقول لي نزل النسخة الحديثة البريفيشنال. ده انجليزي دي يا مرسي. يعني النسخة اللي بيقول الإصدار الجديد يعني بروفيشنال. تضحكوش ليه؟ والله ما اعرف انطقها. طبعا انا هدوس الغاء. طبعا نيجي هنا لطريقة التحويل. نيجي بقى لطريقة التحويل الفيديو يا جماعة، من MP4 ل MP3، يعني من اوديو، من فيديو لاوديو، تمام. اللي هو من MP3 ل MP4 والعكس، تمام. طبعا دلوقتي انا هدور على فيديو عندي في الكمبيوتر، ماي كمبيوتر. بعدين هدوس تنزيلات فيديو. مثلا ده فيديو انا كنت منزله انه مؤثر صوتي، تمام. طبعا انا دلوقتي هحول المؤثر ده اللي هو الفيديو ده ل MP3 يعني، زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو ده فيديو، تمام. فيديو MP4، تمام. طيب انا عايز احول الفيديو ده ل MP3 اخوة، MP4 اهو، عشان نتأكد مع بعضين انه MP4. طب كليك يمين وتخصص، تمام. بعدين هنلاقي الصيغة هنا MP4، فالصيغة MP4، الملف MP4، تمام. بعدين هدوس اوكي. طيب انا دلوقتي كل اللي عليا ان همسك الفيديو كليك شمال، كليك شمال، واسحبه لتحت واسيبه في قلب البرنامج، تمام. طبعا هيفتح معايا الصفحة دي، تمام. طبعا هنا بيقول لي اختار الصيغة. زي ما انا قلت لكم انا هحوله ل MP3. اختار صوت. بعدين اجي عند كلمة صوت دي واختار MP3، MP3 اختار MP3، تمام.
اختار MP3 وادوس ابدأ. موافق، ابدأ. طبعا زي ما انتم شايفين حول لي الفيديو ل MP3. يعني هو دلوقتي حول لي الفيديو ل MP3. تمام. طيب عايزين نتأكد. طبعا هو حوله لك اهو ل MP3. تمام. طبعا عايزين نتأكد انه MP3. كليك يمين، بعدين خصائص، هتلاقيه MP3. تمام. MP3 اهو. تمام. وهدوس موافق، بعدين هنشغله. زي ما انتم شايفين اهو، خلالي الموسيقى، خلالي الفيديو MP3. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.